السلام عليكم. كتير من المصممين بيقف معاهم بعض الأشياء أثناء التصميم، زي مثلا الإضاءة والظل لجميع العناصر اللي موجودة في التصميم بتاعك وكيفية الدمج ما بين كل العناصر علشان في النهاية تحصل على تصميم متكامل 100%. النهاردة إن شاء الله معانا تصميم هيعلمك الدمج بصورة كويسة جدا وكيفية عمل مصدر إضاءة والظل لجميع العناصر بشكل احترافي جدا. وقبل ما نبدأ من فضلك شجعنا بلايك واعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا تعليق تحت لو عجبك الفيديو. يلا بينا. في البداية أنا هسيب لك تحت جميع العناصر المستخدمة في التصميم كالعادة. أول حاجة هنروح نفتح الفوتوشوب ونيجي هنا على فايل ونفتح تصميم جديد مقاسه 1920 في 1080 والريزوليوشن اقل حاجه بيكون 72. لو الجهاز بتاعك امكانياته كويسه ممكن تخليها 100 او لحد 150 لو حابب. انا هخليه هنا 72 علشان انا بسجل ومشغل كذا برنامج فمش عايز الدنيا تقف معايا. اول حاجه يلا هنعمل كرييت على طول، وهنسحب على طول الباك جراوند الاول ده على التصميم بتاعنا، وبعد كده هنفرده شويه على كامل التصميم بالشكل ده. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ هاجي هنا على ماسك. انا عايز اشيل الباك جراوند اللي هو البحر ده لان انا هجيب صورة تانية واعمل دمج ما بينهم وبين بعض. يلا نشوف. بعد ما اعمل هنا ماسك وانا واقف على الماسك هروح هنا على البرش تول واقف هنا على اللون الاسود عشان عايز امسح الجزء ده كله، وببساطة كده واحدة واحدة هبدأ امسح التصميم من فوق لحد ما اجي هنا كده وابدأ امسحها بشويش كده. ممكن واحد يسألني ليه ما تعملهاش على طول بالبين تول؟ الافضل اعملها بالبراش تول علشان الفيزر اللي موجود فيها ده، ولان البين تول هيجي يقطع الجزء ده بشكل حاد، اما انا عايزه بشكل ناعم الى حد ما علشان يحصل دمج تلقائي بين الباك جراوند اللي انا هحطها تاني واللي انت هتشوفها كده. انا عملتها بالشكل ده كويس جدا. هروح اجيب الباك جراوند التانية اللي انا عايز اخد منها صورة البحر واحطها كده واخلي ده تحت ده كده، وابدا اروح على الباك جراوند اللي انا لسه جايبها وكنترول تي وابدا اسحبها كده لتحت شويه لحد ما يحصل تداخل بينها وبين الشط بالشكل ده. طيب وبعد كده هروح اجيب العنصر بتاعي على طول زي ما اتعودنا نحطه هنا فوق خالص. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ انا هبدا احط جميع العناصر اللي موجوده في الصوره وبعد كده هعمل دمج بينهم كلهم بعد ما احط مصدر الإضاءة وابدأ أوزع الظل بعد كده على طول. لازم ايه وانت شغال لازم تخلي بالك من حجم كل عنصر بالنسبة للتاني. طيب ايه اللي بعد كده؟ تعال نجيب الشجرة دي. هتلاقيك بعد ما كونت جميع العناصر دي هتحس ان التصميم بالفعل خلص وهيتفضل لنا بس الدمج في الاخر هو اللي هياخد مننا شوية وقت لان هو ده المهم فعلا. نجيب هنا ده ونحطه هنا كده عشان ممكن نكتب تكست هنا في الاخر، فنخلي هل في حاجة تانية ما لسه عملناهاش؟ جيب بقى شوية الرمل دول علشان انا عايز اعمل ايه بشوية الرمل دول. لو تبص خلينا هنا نخفيهم عشان اوريك المنتج محطوط على الرمل بشكل ما تحسهوش واقعي اوي. المفروض ده رمل فالمنتج يكون الى حد ما غطسان في الرمل شوية زي الكرسي ده مثلا، تحس ان هو غطسان في الرمل بيدي واقعية اكتر. احنا جبنا بقى شوية الرمل ده احنا حطيناه. تعالى كده نظهره تاني عشان نبدأ نحطه كده وليكن يظهر ان الزجاجة دي او العنصر بتاعنا غطسان في الرمل. يلا هنبدأ بقى بأول حاجة بالعنصر ده كده. طيب عايز اشيل الباك جراوند الابيض ده، هندوس دبل كليك هنا كده، يعني وانت واقف هنا ما تجيش هنا على الصورة، لا تعالى هنا في الجنب وتدوس دبل كليك شمال هيفتح لك القايمة دي. طيب اجي هنا على السهم الاولاني او الشريط الاول ده. الشريط الاسود ده بيشيل لك الحاجات السوداء اللي موجودة في الصورة، الحاجات السوداء او الاغمق لحد ما تروح للابيض. تمام. اما انا عايز اشيل الجزء الابيض فخليني في المؤشر اللي على اليمين، لو جيت اسحبه كده هتلاقيك فعلا بيبدأ يشيل الجزء الابيض. انا هسحبه كده سنة وبعدين ادوس الت عشان اقسم السهم ده لاتنين، وبعد كده ابدأ اسحب اللي على الشمال ده واسيب اللي على اليمين علشان يشيل الابيض بتدرج مش بشكل حاد. انا بالنسبة لي ده كده شكل كويس. ابدأ اصغر الرمل ده وابدأ احطه هنا في المكان وليكن مثلا يبقى مايل كده شوية،
وليكن هيبقى كانه غطسان في الرمل. طيب قابلنا هنا مشكله ان الرمل هنا مش نفس لون الرمل اللي موجود، فمش باين ان هو واقعي. هبدا اجي اعمل ايه؟ هجيب هنا الهيو اند ساتوريشن وادوس هنا على كليب لاير علشان اي حاجه اعملها تحصل في اللاير بتاع الرمل فقط. وابدا اجي هنا اعمل ايه؟ ابدا ازود الساتوريشن شويه. لو تلاحظ كده، تعال نقرب، احنا عايزين نفس اللون يبقى نفس اللون اللي موجود. احنا زودنا الساتوريشن شويه. تعال نلعب في المؤشر اللي فوق عشان نغير درجه الاصفر. كده تقريبا انا قربت قوي. لو لعبنا في المؤشر تحت بتاع الابيض، طيب انا شايف ان هو كده الى حد ما كويس جدا. طيب اجي اعمل ايه بعد كده؟ هاجي اقف على اللاير تاني اللي احنا عاملينها وادوس هنا على الماسك علشان ابدا امسح منه شويه اللي هو الاطراف علشان يبدا بشكل طبيعي يتدرج او ويندمج مع اللاير اللي حواليه. تعال نقلل هنا الاوباستي شويه ونقلل الفلو، تبدا تمشي بس على الاطراف كده علشان تشيل الحواف الحاده دي ويحصل دمج ما بين التو لاير بشكل طبيعي. لو تبص كده هتلاقي فعلا بقى الموضوع شبه واقعي اكتر شويه. طيب كويس قوي. ابدا يلا كده بسم الله الرحمن الرحيم نعمل مصدر الاضاءه الاول، وبعد كده هنبدا نعمل الظل على جميع العناصر بالترتيب. اول حاجه هنا هاجي فوق خالص واعمل هنا نيو لاير وبالبرش، الكلام ده شرحناه الدرس اللي فات، وباللون الاصفر اللي هو اللون العسلي ده كده، وازود الاوباسيتي وازود الفلو وابدا اعمل واحده هنا كده واكبر شويه. بعد كده هعمل نيو لاير تانية واجيب هنا اللون الابيض واعمل واحده هنا كده في النص، واعمل الاثنين كنترول اي عشان اعمل لهم دمج، وكنترول تي ابدا ازود كده شويه وابدا اجيبها هنا شويه كده. وانا واقف عليها هاجي هنا على البلندنج مود اخليها سكرين كده، ظهر ان الاضاءه فعلا بقت عاليه شويه. هبدا اروح تاني اجيب اللاير اللي هي تبقى بقى ايه كانها زي الشمس بالظبط، وانا واقف عليها هنا اخليها سكرين علشان اشيل اللون الاسود، وابدا اجيبها هنا اكبرها سنه صغيره، وممكن لو هي فاقعه اقلل الاوباستي بتاعتها شويه الخطوط ده هي اللي باينه انها شمس بشكل كويس. كده عملت اضاءه كويسه للتصميم. ابدا اعمل بعد كده الجزء ده اضلله شويه، اعمل هنا نيو لاير واجيب الجريدينت تول وابدا اخد واحده هنا كده. طيب الاول اخلي هنا اللون الاسود زي ما اتعودنا، واعمل هنا كنترول تي وابدا اشد كده شويه واقلل الاوباستي شويه. الكلام ده هيدي ايحاء كده ان الجزء اليمين مظلم شويه علشان هو مصدر اضاءه جاي من على الشمال. طيب بعد كده هبدا اروح على الكوره، اول عنصر هنشتغل عليه. هنبدا نعمل له الظل بتاعه على الارض وهنوزع عليه مصدر الضوء والظل ونشوف هنعمل فيه ايه. هاجي هنا على اللاير بتاع الكوره واخد منها كنترول جي، هاجي على النسخه اللي تحت وابدا اعمل كنترول تي عليها، واجي هنا على السهم النقطه اللي في النص وابدا اسحبها كده وانزلها كده على الارض، وليكن ده هيبقى الظل بتاعه. وابدا اروح على النقطه دي تاني وابدا ادخلها كده تحت الكوره كده زي ما انت شايف بشكل بسيط جدا. وانا واقف على اللاير اللي هي الظل ده هروح هنا على هيو اند ساتوريشن واجي اعمل هنا كليب لاير واخلي اللايتنس ده اسود تحت خالص، وارجع تاني على اللاير اللي هي بقى الظل وابدا اقلل الاوباستي بتاعتها شويه. بعد كده هروح على فلتر واعمل هنا بلور. الكلام ده طبعا كنا بنشرحه في الحلقات اللي فاتت كلها بالشكل اللي انت شايفه ده. وكده عملنا الظل اللي موجود للكوره. بعد كده النص اللي هو الناحيه دي المفروض يكون مظلم اكتر على الكوره نفسها. وانا واقف على الكوره، تعال نقف هنا كده، ايوه، اعمل هنا نيو لاير، او خلاص نعمل طريقه تانية بدل الطريقه دي. وانا واقف على اللاير دي اجي هنا على الادجستمنت لاير اللي فوق اللي هي البرايتنس اند كونتراست، واعمل هنا برضو كليب لاير علشان اي حاجه تتطبق على الكوره فقط، وابدا اقلل البرايتنس ده لحد ما اشوف درجه الظل اللي انا عايز اعملها. انا شايف انها كده كويسه. طيب ابدا ارجع تاني اللاير اللي انا عملتها بتاع البرايتنس اللي انا لسه عاملها دي، هاجي هنا على اللاير اللي جنبها دي واعمل هنا كنترول اي علشان الغي اللي انا عملته، احولها لي اللون اسود كده. بعد كده ركز معايا، يعني بعد كده وانا واقف على الماسك برضو هاجي هنا بالبرش واخلي هنا اللون الابيض علشان ابدا الون على الاجزاء اللي انا عايز الظل يمشي عليها او يظهر عليها. ابدا امشي كده بالشكل ده، ولكن الاول خلينا نقلل الاوباستي علشان يبقى الظل جاي بالتدريج، ونقلل الفلو وابدا اضلم الجزء اللي انت شايفه ده كده. خلينا كده نشوف كده فعلا باينه
انها كويسه جدا. طيب بعد كده انا عايز اغمق الكوره من تحت اكتر، اللي هي نقطه التلامس بينها وبين الارض، واعمل ظل اضافي بينها وبين الارض برضو بيكون لون اسود. تعالى هنا على الظل ده ونعمل نيو لاير فوقه، ما نخلوش كليب ماسك عادي. هنيجي على اللاير دي تاني ونعمل هنا نيو لاير تبقى تحت الكرة على طول، نيو لاير دي تبقى تحت الكرة. هبدأ اجي هنا بالبراش وانا واقف باللون الاسود. قبل ما اعمل خلينا نزود الاوباستي ونزود الفلو علشان يبقى كبير كده بالشكل ده. ده الجزء اللي انا عايز اعمله، ولو شديد خلينا نقلل الاوباستي شوية، خلينا نحركه كده على اليمين شويتين. ده اول حاجة انا عايز اعملها. تاني حاجة انا عايز اغمق الجزء السفلي من الكرة. هنعمل هنا نيو لاير وبالبراش اعدل بقى الفرشة وابدأ اغمق الشكل ده كده، ولو غمق قوي خلينا نقلل الاوباستي شويتين كده. طيب تمام قوي كده. طيب تاني حاجة هروح على المنتج بتاعنا واعمل هنا نفس الموضوع. قبل ما اعمل كنترول تي خلينا نعمل هنا كنترول جي ناخد منه نسخة، ونيجي على النسخة اللي تحت كنترول تي وابدأ اسحب الجزء ده كده على الارض في اتجاه الظل زي ما انت شايف. وبعد كده ابدأ اسحب ده تحت الازازة كده. طبعا موضوع الرمل اللي هو فوق الزجاجة ده هنظبطها دلوقتي، ولكن هنعمل نفس اللي احنا عملناه برضو. هنيجي على اللاير دي ونعمل هنا هيو ان ساتوريشن ونعمل هنا كليب ماسك ونخلي اللايتنس اسود، نفس الموضوع بالظبط. ونيجي هنا على الفلتر بلور جاسشن بلور، يبقى ده الشكل بتاعنا، ونقلل الاوباستي شويه. طب في هنا حاجه هتميزك اكتر، لو انت عايز تعملها ماشي، مش عايز تعملها يبقى بلاش. وانا واقف على اللاير بتاع الظل ده، الظل بتاعنا احنا عملناه كانه متساوي، كانه ماشي على ارض مستقيمه، ولكن هنا في رمال فيبقى الظل متعرج مع الرمال. خلينا نظبط الموضوع ده. انت عايز تعمله ماشي، مش عايز تعمله خلاص. هتيجي هنا على ايديت وتختار بابت وورب، هيبدا يفتح لك الظل ده، ولكن هيقسمها لك بشكل مثلث ومربع. التقسيمه دي هتتيح لك انك ممكن تتحكم في الظل نفسه. احنا هنعمل ايه؟ هنيجي مثلا في جزء زي ده كده، الجزء هنا طالع وبعد كده نازل من هنا وبعد كده طالع. احنا هنيجي في الظل هنا، هعمل هنا نقطة واعمل هنا نقطة تانية، والنقطة اللي في النص ده هبدأ اسحب كده شوية كده. عملنا كده الظل ماشي من هنا كده، وبعدين بدأ يتعرج كأن في نقطة هنا واطية، فالظل بدأ يتعرج مع الأرض نفسها. هنا نفس الموضوع، نعمل هنا نقطة يمين ونقطة شمال، وبعدين اسحب الجزء اللي في النص ده وليكن الحفرة الصغيرة دي. بقية الجزء هنا تقريبا مستقيم مفيهوش مشكلة. تعال نبص على هنا، ممكن برضو الجزء ده كده، وبعدين نبدأ نسحب ده بره كده. هي تريكات بسيطة ولكن والله بتفرق ما بين حد وحد يعني. بس هنخلص كده وندوس انتر، فبيبان الشكل اللي انت شايفه ده. الظل كده جه متعرج زي ما انت شايف كده، بيجي هنا كده ويتعرج، اي تعريجة بسيطة كده، بيبان فعلا ان الظل واقعي اكتر. يا ريت تعملها، هتضيف كتير للتصميم. طيب بعد كده عايز اعمل الظل ده فوق الرمل اللي موجود على الزجاجة دي. خلينا ناخد هنا اللاير المنتج ده تاني، هناخد منه كنترول سي ونيجي على اللاير اللي هو بتاع الساند اللي هو هنا، واعمل هنا كنترول في. خدنا نسخة تاني هنحطها كده بشكل يعني قريب، وبعد كده اعمل هنا كنترول تي تاني وابدأ انزلها كده تاني، نعملها بالشكل ده كده. وبعد كده هنيجي هنا عند هيو ان ساتوريشن ونعمل هنا برضو كليب ونخلي اللايتنس كده، ونيجي هنا نقلل الاوباستي شويه، مش الاوباستي بتاع ده، بتاع اللاير نفسها، هنقلل الاوباستي شويه. وبعد كده فلتر هنعمل جاسشن بلور بالشكل اللي انت شايفه ده. طب عايز اشيل بقيه الشادو من بره الجزء بتاع الرمل. بص بقى، هنيجي هنا على الجزء بتاع الرمل ده اللي هو ده كده، ونعمل فيه هنا جنبه ماسك. تعال نظبط دي الاول ونخليها كونفيرت تو سمارت اوبجكت كده، بقى لاير واحده زي ما انت شايف. وانا واقف على اللاير من هنا كده هدوس كنترول وكليك شمال هيحدد لي اللاير تمام كده. بعد ما حددت هروح على اللاير اللي انا لسه عاملها اللي هي فيها الشادو ده اللي هو ده كده، وهبدا اعمل ايه؟ لو مسحت هيمسح جزء الشادو اللي موجود جوه الرمل، لا انا عايز امسح جميع الشادو اللي بره منطقه الرمل. يبقى نعكس السلكشن، هندوس كنترول شيفت اي كده، حدد لي على كل الصوره ما عدا الجزء بتاع الرمل. وبعد كده هعمل ديليت، وقبل ما اعمل ديليت عشان يرضى يعمل ديليت اجي هنا على اللاير دي واحولها راسترايز
لاير، وبعد كده هبدا اعمل ديليت، هيمسح لي كل الشادو اللي موجود بره منطقه الرمل، واعمل هنا كنترول دي، هيطلع لك الشادو بالشكل الظريف ده. عشان اظبط بس الجزء ده هاجي هنا على المنطقه اللي تحت اللي هو كان الشادو اللي تحت. فين الشادو؟ هو ده الشادو اللي تحت. كنترول تي عليه ببساطه خالص، وابدا اشده كده شويه، هيبدا يتظبط معايا ويديني شادو فعلا نازل على الرمل كده وبشكل جميل جدا زي ما انت شايف. محتاج بس يقل شويه الاوباستي بتاعته، محتاج كده يقل بالظبط بالشكل ده كده. المهم بس ركز في الحته دي لان الحته دي هي اهم حته في الدرس، بقيه الدرس سهل ما فيهوش اي حاجه خالص. بعد كده نيجي سريعا هنعمل التكست بتاعنا، هندوس تي، خلينا نيجي هنا على اللاير اللي فوق خالص وهنكتب هنا الصيف، وناخد منها كنترول جي، دبل كليك مع كنترول تي كده، هنجيبها يمين شويه كده. بعد كده هنجيب التلاتة، هنعمل كنترول اي، بعد كده كنترول تي، وابدا اميلها كده شويه وابدا اطلعها هنا فوق، دبل كليك عليها. هنيجي نعمل هنا جراديانت اوفرلاي، نختار الجراديانت اوفرلاي، نختار اللون الاخضر مثلا عشان الشكل الطبيعي اللي جنبها ده، نجيب الاخضر الغامق بالشكل ده. وبعد كده نعمل هنا ستروك نخليه ابيض، ونخلي الستروك ده صغير شويه، خليه 3 بس عشان يعمل وضوح. بعد كده نعمل دروب هنا شادو زي ما انت شايف ونقلله شويه، ونخلي الديستانس بتاعته اقل شويه. بس كده كويس جدا. انا بس مش عايز الحلقه تطول، اللي انا كنت عايز اوريهولك بس هو الدمج وازاي تعمل الشادو بالشكل ده كده. في النهايه عشان ما اطولش الدرس اكتر من كده، خلينا نعمل هنا كنترول جي، هنشيل الباك جراوند ده، نعمل كده كنترول جي، وبعد كده نعمل كنترول جي، وزي ما اتعودنا هنعمل كاميرا رو فلتر عشان نظبط الالوان بتاعه التصميم. بعدين اجيب السلكشن اختار التصميم ككل، واعمل هنا كنترول جي وامسح اللاير القديمه، واعمل هنا كونفيرت تو سمارت اوبجكت. طبعا المشكله دي انا قلت لك قبل كده عشان بس اعرف اعمل كاميرا رو فلتر والتصميم كله يجي لي ما يكونش ناقص منه حاجه او مزود حاجه. طيب هاجي هنا ازود اللون الاصفر شويه عشان الجو شمس، واقلل اللون الاخضر شويه علشان يبقى فيه خضار، او ممكن ازود الماجنتا. طيب الاكسبوجر ممكن اقلله سنه صغيره واعمل هنا كونتراست في التصميم عشان يعمل تباين ما بين الضوء والظل. خلينا نزود هنا الكلاريتي. طب ماشي، انت هنزود هنا الاحمر شويه، الاورنج انا عايز اروح يمة الاورنج شويه علشان يبقى التصميم الى حد ما اورنج، بس مش عايز اضيف اكتر من كده. طيب بالشكل ده كده بكده وصلنا لنهايه التصميم. تابع الحلقات اللي فاتت وتابع الحلقات اللي جايه. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك واعمل لنا كومنت، واشوفك في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.